إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نقول لنجمنا الرائع، فخر العرب وفخر مصر وكل مصري. احنا حتى بنفتخر بيه في أمريكا هنا، يعني حاجة تستدعي الفخر بصراحة. محمد صلاح على فوزه امبارح في جلوب ساكر كأحسن لاعب في العالم في الاستفتاء الجماهيري. إن شاء الله تبارك وتعالى يتوج بالجائزة اللي احنا نفسنا فيها، واللي هو نفسه فيها، واللي المفروض يراعي ربنا شوية. ونبارك للمنتخب فوزه النهاردة، طبعا فوز معنوي، انما يعني تحصيل حاصل، يعني ماشي، خطوة، مش يعني خطوة كنا نتمنى ان احنا كنا في المونديال وخلافه، انما ماشي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. امبارح حضرني تصريح لمحامي كهرباء، مش عارف يعني، الراجل بيقول كلام. الدولة كلها يا جماعة بتحارب الزمالك وبتحارب مرتضى، وبقت علني، بقت وش. بصوا، هي كده. كان الأول مثلا بالراحة، تكتيك بتاع في الخباثة. دلوقتي وش كل الدولة تكبلت على نادي الزمالك وعلى الإدارة، وخاصة مرتضى منصور. طب وبعدين بقى، وبعدين 1,400,000 دولار حق رعاية للأهلي، واحنا بيقول لنا 30 مليون كل سنة. شغل جنان رسمي، شغل جنان رسمي. طب يا عم ما تسيبهم وروح شوف لك عقد رعاية في حتة تانية. يقول لك لا ما ينفعش، دي الدولة دي مش دولة. مش فاهم برضو، أنا مش مستوعب يعني حد يفهمني اللي بيحصل. البيت طلع امبارح، ولو منا كل احترام يعني الله، انا ما اعرف اسمه، يعني حاجة عبد العزيز او حاجة مش عارف. طلع بيقول ان الغرامة على كهرباء مليون. قشطة، قشطة، وش هندفعها، وش يعني. بصم، ده علني، علني، واللي عاجبه عاجبه. شفتوا الامر وصل لفين؟ شيكابالا قالها، لو كوره احنا قدها، انما اتفرجوا على اللي جرى لنا عشان احنا خدنا الدوري والكاس. وقد كان، قالها مع اخونا المحترم عمرو اديب، وقد كان. اهو اتفرجوا اللي بيجرى للزمالك، ويقولوا لك ايه؟ ما هو انتوا كده بس كل سنتين تفوقهم، كل 10 سنين تفوقهم سنتين تاخدوا فيهم طب ما هو عشان كده، ما احنا كل ما بنفوق بتقلبوا الدنيا رأسا على عقب عشان توقعونا، وبتنجحوا ان انتوا توقعونا. والدليل اللي احنا بنقوله اهو. يعني حتى عايزين نجيب الدوري التالت ورا بعضه، انما انتم لا. مين يا صاحبي؟ ابدا، ابدا. وادي انتوا شايفين الحرب المعلنه رسميا عشان خاطر الننوس والكل يرضيه. انا مش فاهم. انا بصم، انا مش فاهم هو في ايه الراجل ده عامل لكم ايه. انا اقسم بالله والله على ما كل شهيد، انا ما انا فاهم. يعني هو راجل، هو كويس، انما احنا كزملكاويه بنقول على الاسد بتاعنا هو النمبر 1، انما هم بيقولوا على بتاعهم نمبر 1، فاوكي. انما الدوله تتكلم كده علينا لارضائه بالطريقه دي، ده شغل اللي ما بيحصلش في الدنيا، في الدنيا. ونهضه و2023 جايه هيت وبتاع، كل ده اونطه، كل ده اونطه. وسنظل في هذا. كل راح يلعب مونديال يفتكرهم، واحنا بنلعب ماتش تحصيل حاصل مع بلجيكا اللي راح المونديال، واحنا بنتفرج بس. ليه بقى؟ علشان اللي انا بتكلم فيه ده، عشان اللي انا بتكلم فيه ده فيش نوايا صافية، وهنفضل ندفع الثمن طول ما في الامور ماشيه بالطريقه دي. اللي بيقول لك كهرباء عليه مليون، احنا هندفعه له. المحكمه حاكمه ب 2 مليون دولار على كهرباء، يقول لك لا، نص عليه ونص على قفيس ومالناش دعوه، احنا هندفع المليون بتاع كهرباء. كلام جديد، طلعه جديده.
شغل جنان، فربك المستعان، واما نشوفها توصل على فين. ولك الله يا زمالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.